هنا البنات الكاوكاو ديالنا غادي نشدوه غادي نحمروه. انا غادي نحمروه في الفراير كما غادي تشوفوا معايا. هانتوما البنات هو الكاوكاو ديالنا تحمر. صراحه هاد الفراير تتحمرو زوين حتى هو. المهم غادي نقشرو نتلاقى معكم. هانتوما البنات دابا غادي نطحنوهم ونتلاقى معكم. دابا البنات هنا حطيت ديك 500 غرام ديال الكاوكاو، غنزيد عليها كاس عنبه ديال جوز الهند الكوك، قبصه ديال الملح، غادي ندير 2 معالق ديال الزبده بحراره المطبخ، غندير شاصي ديال فلون شوكولا. انا يسحب لي المقطع مصور هو الطرف ديال الزبده وديال فلون شوكولا ما تصورش. المهم غادي نزيد 2 معالق ديال مربى المشمش يكون سائل، 2 خمارات حمر كما تلاحظوا معنا، و2 بيضات باش غادي نجمع الخليط ديالي. والا كان الخليط عندكم ناشف ممكن تزيدوا بيضه واحده اخرى. انا هنا اكتفيت ب2 بيضات. غادي نخلط الخليط ديالنا. وهاد الغريبه هذه تعتمد على ديال الشوكولا فلون ديال الشوكولات باش تعطي اللون. ديك المقطع انا ما تصورليش وتنعتذر. المهم غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان كما قلت لكم. غادي نخلطوا الخليط ديالنا حتى يندمج مزيان مع بعضياته وتندمج جميع المكونات مع بعضها. كما قلت لكم الا كان الخليط ديالكم هو هذاك ما تزيدوش البيض، ولا كان عندكم قاصح شويه غادي تزيدوا واحد البيضه بما تجمعوا بها الخليط. انا هنا اكتفيت كما قلت لكم 2 بيضات عاطيني الطوع. هنايا غادي نشكل العجين ديالنا، نشكلوا الكويرات ديالنا. انا هنا شكلتهم على وزن 22 غرام. غادي نحطوهم في سكر كلاصي سبيسيال. غادي نكورو نحطوهم حتى نساليو الكميه اللي عندنا. من بعد غادي نتلاقى معكم. الكويرات ديالنا في سكر كلاصي سبيسيال كما تلاحظوا. غادي نشد هاد راس المعلقه وغادي نحاول انني نضغط شويه على داك العجين باش تشقق معنا. اللي ديجا راه الفران عندي سخون غادي نحطوه من تحت من التحت باش تتفرقع معنا غريبه حتى تطلع الفوق. كما تشوفوا هذا هو الطبق النهائي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا الفيديو ما بغيتش نطول عليكم فيه. نتمنى هذا الفيديو تبارطاجوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم. اللي اول مره تيشوف القناه يشترك بالقناه. هانتوما تلاحظوا معنا تتجي معلكه زوينه. نتمنى هذا الفيديو يرافقكم وينال اعجابكم. كما قلت لكم حاولوا انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه.